أولادي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، أشكركم جدًا على كل تعليقاتكم في مراجعات الدين اللي قبل كده. ناس كتير قالوا لي إن هم ما بيلاقوش مراجعات دين بشرح على النت. النهارده هاشرح لكم الدين بتاع أولى إعدادي سؤال وإجابة، وبنشكر الإكليريكي طبعًا الأستاذ أشرف اللي هو عامله، ونبتدي مع بعض المراجعة دي أحدث مراجعة يا ولاد 2022، 2023. ماشي. يا ريت توقفوا الفيديو لو في حاجة عايزين تراجعوها، ولو في أي أسئلة اعملوها في التعليقات. وما تنسوش اللي مش مشترك في القناة يشترك من العلامة الحمراء اللي جنب اسم القناة. نبدأ كده أول أسئلة مع بعض. رقم 1 بيقول: في البدء كان نقط والكلمة كان عند الله وكان الكلمة نقط. هنقول يا ولاد: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. طيب بُصّوا يا ولاد، حاجة كده لاهوتية عايزة أشرحها لكم. إحنا المفروض الكلمة المفروض في اللغة العربية دي مؤنثة. طب إحنا إزاي هنا بنقول كان ما قلناش كانت؟ طبعًا إحنا لو ركزنا كويس إن في عقيدتنا إن الكلمة دي بتنطبق على السيد المسيح، السيد المسيح ما ينفعش نقول كانت، عشان كده بنقول كان الكلمة. يعني في البدء كان السيد المسيح، في البدء كان الكلمة اللي هو أقنوم الكلمة. ماشي يا ولاد، نركز شوية عشان كده ما قلناش كانت. هاقرا لكم الأسئلة اللي جاية بإكمل، يعني نفس السؤال بالإجابة على طول عشان الوقت. رقم 2: هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيئا مما كان. رقم 3: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. رقم 4: كان إنسان مرسل من نقط من إيه؟ من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد لنقط اللي هو للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. رقم 5: لم يكن هو نقط بل يشهد للنور، يبقى لم يكن هو النور بل يشهد للنور. كان النور الحقيقة الذي ينير كل نقط آت إلى العالم، يبقى كان النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان آت إلى العالم. رقم 6: كان في العالم ونقط العالم به، وكون العالم به ولم يعرفه العالم، إلى خاصته جاء وخاصته لم نقط، يبقى لم تقبله. رقم 7: وأما كل الذين نقط فأعطاهم سلطان، هنقول النقط بتاعتها: وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد نقط، أي للمؤمنون باسمه أولاد الله. متنسوش يا ولاد، بفكركم تاني بالاشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل مراجعة. المجموعة الأسئلة اللي بعد كده هنيجي بعد كده لصح وغلط. هنقرا يا ولاد اللي هي: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة، علامة غلط أمام العبارة الخاطئة فيما يلي. لو كتب لكم مع التصحيح ما تنسوش عشان دي بيبقى عليها نص الدرجة، يعني تعملوا صح أو خطأ مع التصحيح يبقى تكتبوا إيه الغلط. رقم 1: أعلن الله عن ذاته منذ اللحظة الأولى لوجود الإنسان على الأرض، صح ولا غلط؟ صح، لأن قال إيه: نجعل الإنسان على صورتنا وشبهنا، كده أعلن عن ذاته وكمان عن الأقانيم. طيب رقم 2 بيقول: عقيدة الثالوث القدوس لم ترد في أسفار الكتاب المقدس العهد القديم؟ لأ طبعا موجودة، وأولهم سفر التكوين زي ما قلت لكم. رقم 3: كل المعجزات التي أجراها السيد المسيح دونت في الكتاب المقدس؟ لأ طبعا، لأن القديس يوحنا بيقول: لو دونت واحدة واحدة فما أظن أن كتب العالم تسعها. دي كانت من الكتب اللي هي المعجزات كتيرة جدا. طيب رقم 4 بيقول: الله السرمدي صفة تشير إلى إنه الأزلي؟ لأ غلط. رقم 5 بيقول: يقصد بوحدانية الله إنه يوجد نظير له في الألوهية؟ لأ طبعا غلط يا ولاد. رقم 6: الله خلق الإنسان على صورته في القداسة والبر والإرادة؟ طبعا صح. بعد الأكل من الشجرة شعر آدم وحواء بالشجاعة الشديدة وإنهما مثل الله؟ لأ طبعا دي كانت كذبة من الشيطان، ساطيران مثل الله، طبعا دي غلط. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين فيما يلي. رقم 1 بيقول: أقنوم الآب هو ذات الله ولا عقل الله الناطق ولا روح الله؟ طبعا أقنوم الآب هو ذات الله، أما الأقنوم الابن السؤال اللي بعده هو عقل الله الناطق. أقنوم الروح القدس هو الروح الله، يبقى آب ابن روح قدس ذات الله عقل الله روح الله. تمام يا ولاد. مجموعة الأسئلة اللي بعد كده بيقول: من القائل، يعني اختار من المجموعة ألف اللي يناسبها في المجموعة عمود الب. العمود ألف أول حاجة بيقول: من القائل عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد.
هنختار طبعا بولس الرسول. اللي بعد كده بيقول من القائل فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. طبعا اللي قال كده السيد المسيح لما بعت التلاميذ يبشروا. بعد كده بيقول من القائل في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. طبعا القديس يوحنا الحبيب، وده أول إصحاح من الإنجيل بتاعه. مجموعة الأسئلة اللي بعد كده يلا يا شباب. السؤال اللي بعد كده يا ولاد بيقول ما المقصود بكل من. بصوا الأسئلة دي أسئلة تقيلة بس انتوا كبار. يعني لما يقول لك معنى كلمة أقنوم، أقنوم هي كلمة سريانية تعني كائن حي قدير حكيم مستقل بذاته وينسب أفعاله لنفسه. يعني يعني معناها كائن حي أو معناها يعني الشخصية دي. الأقنوم ده طبعا تطلق على الأقانيم الثلاثة بس. مستقلة وكل فعل ينسب ليها لأنها مستقلة حكيمة قديرة، صفات كتيرة حلوة. هي دي معنى أقنوم. تمام. طب يعني إيه وحدانية؟ يعني الله واحد في جوهره، يعني التلات أقانيم إله واحد. تمام. وهسيب لكم لينك ترنيمة جميلة جدا بتاعت إحنا إلهنا إله واحد كلكم حافظينها. له تلات أقانيم آب وابن وروح قدس وإلهنا إله عظيم، أكيد عارفين. يعني إيه بقى الوحدانية؟ يعني الله واحد في جوهره ولا يمكن ألا يكون واحدا. يعني هو لازم يكون واحد، هي دي معنى وحدانية. طب يعني إيه تثليث؟ يعني الله مثلث أقانيم بس التلاتة واحد. طب يعني إيه أقانيم ثلاثة؟ يعني الله موجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحه. فهمتوا يا ولاد؟ يعني الله موجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحه. يعني الآب والابن والروح القدس واحد. طيب لو في سؤال يا ولاد مش فاهمينه أو في حاجة صعبة شوية تفهموها لنفسكم قولولي في الكومنتات وأنا هفهمها لكم أو هشرحها لكم تاني. السؤال اللي بعد كده بيقول لك اشرح بالاختصار الآية الآتية. عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. هنقول الله اتحد جسديا وحل بين الناس ورأينا مجده كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا لأنه إله قدير يظهر في الجسد. تمام. الله ظهر في الجسد ودي عظيم سر التقوى، ده سر مش أي حد ممكن يفهمه. طيب مجموعة الأسئلة اللي بعد كده بنقول اكمل. هقرا لكم على طول يا ولاد السؤال بالإجابة. واحد. بدأ الله الخليقة بإزالة الظلمة التي كانت تغطي وجه الأرض. بصوا معايا وأنا عمالة وأنا بقرا لكم يا ولاد أو بقول عشان تقدروا تعرفوا فين النقط. رقم 2. خلق الله الشمس والكواكب من أجل الإنسان وجعل الكون يتحرك حركة دقيقة. رقم 3. سر الله أو سر الله بالإنسان الذي خلقه سرورا كاملا ورأى أن عمله فإذ هو حسن، يعني كويس جميل حسن جدا كمان. رقم 4. بعد أن فرغ الله من عمله استراح في اليوم السابع وباركه وقدسه. رقم 5. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله ولدوا. 6. والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجد كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. رقم 7. باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. طيب بعد كده ده صح وغلط، هو هنا مش طالب التصحيح احنا هنصحح. جاءت قصة الخليقة في سفر الخروج. لا غلط، الخليقة جت في سفر التكوين. رقم 2. يطالبنا الله أن نعمل بجد واجتهاد 6 أيام كل أسبوع طبعا واليوم السابع ده بتاعه. رقم 3. يتطلب تقديس يوم الرب عدم ممارسة أي أعمال غير العبادة. لا طبعا، ممكن نشتغل عادي بس نحضر قداس ونبارك اليوم. رقم 4. عملت الكنيسة على مر العصور وتعلم بأن الله واحد لأنه عقيدة إيمانها. طبعا صح، الله واحد مثلث الأقانيم. رقم 5. الله لا يعامل الإنسان بحسب عمله لأنه الله محب كثير الرأفة. طبعا مجموعة الأسئلة اللي بعد كده بيقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. أول حاجة بتقول خلق الله حواء وآدم لأنه رآه. خلق الله حواء لآدم لأنه رآه حزينا ولا خائفا ولا مريضا ولا وحيدا. هنختار وحيدا طبعا. رقم 2. بداية السقوط كانت نتيجة لخطية. هنختار على طول سماع الصوت غير صوت الله. رقم 3. عندما خالف الإنسان وأكل من الشجرة المحرمة حصل إيه؟ زادت معرفته للشر. لا ما زادش معرفته للخير طبعا ولا الخير والشر مع بعض، لا هو عرف الشر أكتر. بعد كده اختار من العمود ألف اللي يناسبه من العمود ب على طول. يلا السيد المسيح هنختار إيه؟
هنقول طبعًا كان نائبًا عن البشرية عند تجديدها. رقم 2 اللي بعد كده نقول آدم هنختار له إيه؟ ها؟ تمام، كان نائبًا عن البشرية عند خلقها. طب وبعد كده هابيل هنختار كان برًا أمام الله. طب وقايين؟ قايين كانت أعماله شريرة وقتل أخوه. طيب بعد كده اذكر بعض صفات الله في الكتاب المقدس. هنقول على طول الله خالق، الله المتجسد، الله المحب، الله الفادي والمخلص، الله الديان، الله السرمدي أزلي، يعني سرمدي يا ولاد يعني أزلي أبدي، الاتنين مع بعض، مش أبدي لوحدها ومش أزلي لوحدها. الله الصالح والقدوس. هيكون بعد كده السؤال اللي بعده اذكر بعض صفات السيد المسيح الإلهية. طبعا الوجود منذ الأزل، الوجود في كل مكان وزمان، المسجود له والممجد، لا حصن أو لا حص القلوب وألاحظ القلوب والكل أو فاحصها، الديان العادل. السؤال الأخير هسيبكم تقروه، بيقول اذكر بعض الدروس والتعاليم الروحية التي جاءت في مثل الابن الضال. هسيبكم تقروها، وقفوا الفيديو وقروها يا ولاد، وانتوا بتوقفوا الفيديو اعملوا اللايك والاشتراك. باقي الأسئلة اللي بعد كده يا ولاد المجموعة اللي جاية بيقول لنا اكمل ما يأتي. هقرا لكم برضو السؤال بالإجابة على طول. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك والذي يشفي كل أمراضك. رقم 3 الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. خدوا بالكم دي المحفوظات اللي عندكم يا ولاد، لو مش حافظينها عيدوا القطعة كذا مرة عندي وانتوا بتسمعوا كده ان شاء الله هتحفظوها. الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب يا ولاد الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. 6 عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. 7 الرب رحيم. مين حافظ؟ الرب رحيم رؤوف طويل الروح وكثير الرحمة. طيب بعد اكمل احنا متعودين يجيلنا يا اختار من بين الأقواس يا صح وغلط. تفتكروا هيجيلنا ايه؟ أعتقد صح وغلط. طب يلا صح وغلط فعلا، وهنا برضه مش طالب مع التصحيح، احنا هنصحح عشان لو جالكوا العكس. العمل وصية مقدسة لأن الله قد أوصى آدم بالعمل في الجنة والاهتمام بها. صح؟ صح. طب رقم 2 سقط الإنسان ووعده الله بالخلاص. صح. رقم 3 أرسل الله كلمته مولودا من عذراء أي من نسل المرأة فتحقق الوعد بالخلاص. طبعا صح. رقم 4 أجرة الخطية هي الموت الجسدي والروحي والأدبي. أيوة فعلا. رقم 5 تؤمن الكنيسة بأن الله لا شريك له وهو وحده خالق الكل وحده يستحق السجود. طبعا صح، لأن الثلاث أقانيم هم واحد. 6 لم يشمل الكتاب المقدس في أسفاره على الآيات التي تؤكد وحدانية الله. لا طبعا الكتاب المقدس مليان. السؤال اللي بعد كده برضه زي ما احنا متعودين في الورق بتاعنا من العمود ألف نوصل للعمود ب. بيقول اليوم الأول، هنا كلكم بتتلخبطوا فيها يا حلوين. اليوم الأول خلق النور، اليوم التاني خلق السماء، اليوم التالت خلق ايه؟ اليابس والنباتات. اليوم الأول خلق النور، اليوم التاني خلق السماء، اليوم التالت اليابس والنباتات. السؤال اللي بعد كده بما تفسر وحدانية الأقانيم الثلاثة. دي لازم نسمعها كويس يا ولاد عشان نفهم. الآب الله موجود بذاته، هو أصل الوجود وخالقها. طيب عرفنا الآب يا ولاد. طب يعني إيه الابن؟ يعني الله ناطق بكلمته، عقل الله الناطق بكلمته. وبنوة الابن من الآب بنوة غير جسدية، يعني الابن هو الله الذي ظهر في الجسد، مش بنوة جسدية يا ولاد، مش أب وبعديه بفترة من الزمن بقى فيه ابن وبعدين الروح القدس. لأ، التلاتة واحد. روحانيين يا ولاد. طيب الروح القدس الله حي بروحه، يعني هو روح الله نفسه، والله وروحه وكيان واحد. والأعمال الإلهية لا تنسب لكل أقنوم، لأن كل أقنوم متحد اتحاد أزلي ودائم بغير انفصال وبغير يعني، ويعبر كده كل ده عن الوحدانية الإلهية. فهمنا يا ولاد؟ الثلاث أقانيم واحد. افتكروا الآية، احنا إلهنا إله واحد له 3 أقانيم، آب وابن وروح قدس، ده إلهنا إله عظيم، إله واحد. برضو يا ولاد لما بنيجي نرشم الصليب بنقول ايه؟ باسم الآب والابن والروح القدس، بنقول إله واحد آمين. وبعدين ما بنقولش بأسماء، احنا بنقول باسم، يعني التلاتة واحد.
ده غير ان القديس يوحنا قال ايه؟ الذين يشهدون في السماء 3، الاب والابن والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. ماشي. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لنا من هو يسوع المسيح؟ هنجاوب هو كلمة الله، والكلمة هو الأقنوم الثاني في الثلاث أقانيم، وهو عقل الله الناطق، هو صورة الله غير المنظورة. ماشي. يعني هو الله لما ظهر في الجسد في الابن شفناه عرفناه. الله لم يراه أحد في لاهوته، ولكن ظهر في الجسد. هو ابن الله الوحيد، بنوة السيد المسيح للابن بنوة فريدة. يعني يا ولاد مش زي بابا وانت مثلا، انت اصغر من بابا بعمر، لأ، دي ليس لها مثيل، مش يعني العقل ما يفهمهاش بسهولة يعني. زي بقية الكائنات. السيد المسيح له طبيعة الله ولاهوته هو جوهره، لأن التلاتة واحد، أب وابن وروح قدس، وبنوة تأسست عليها الكنيسة، اتأسس عليها إيمان الكنيسة. طيب السؤال اللي بعد كده، هنا بقى أذكر بعض الدروس. السؤال اللي بعد كده، والتعاليم الروحية التي جاءت في مثل الابن الضال. احنا لسه على فكرة قايلينها، بس دي بيجاوب لك إجابة تاني برضو، كل مراجعة كده بيديك جزء. السيد المسيح هو الراعي الصالح الذي ترك السمائيين 99 ليبحث عن الإنسان اللي هو الخروف الضال. الله يعتني بكل فرد من البشرية. السمائيين بيفرحون برجوعنا. والنقطة اللي بعديها آخر حاجة اللي هي يبين لنا هذا المثل اهتمام الرب يسوع بالواحد زي ما بيهتم بالكل. ترك 99 ودور على واحد. طيب بعد كده تعالوا نراجع المحفوظات دي. باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر. احنا قلناها يا ولاد دي، بس هسيبها لكم تقروها برضو مع بعض كده. انا هجري لكم الورقة دي ونشوف الورقة اللي بعدها. نخش على طول على صح وغلط. العمل وصية مقدسة لأن الله قد أوصى آدم بالعمل في الجنة والاهتمام بها، صح. هنقول سقط الإنسان ووعده الله بالخلاص، صح. أرسل الله كلمته مولودة من عذراء أي نسل المرأة فتحقق الوعد بالخلاص، صح. أجرة الخطية هي الموت الجسدي والروحي والأدبي، صح برضو. بنقول وتؤمن الكنيسة بأن الله لا شريك له وهو وحده خالق الكل وحده يستحق السجود، صح. نيجي في اختر الإجابة. اكمل أو اختار من بين الأقواس. وضعت الكنيسة قانون الإيمان سنة إيه يا ولاد؟ ها، 325 325. قانون الإيمان اتحط سنة 325 325. طب ومطلعه أو أوله إيه؟ بالحقيقة نؤمن بإله واحد. وكان النقطة اللي بعد كده، وكان الكلمة الله. الكلمة تشير إلى الأقنوم الثاني اللي هو الابن. رقم 3، من القائل كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيئا مما كان. طبعا دي في إنجيل يوحنا، يبقى اللي كتبه القديس يوحنا الحبيب، ماشي، اللي هو الرائي اللي كتب سفر الرؤيا. طيب الأسئلة اللي بعد كده اكمل، وهنقول على طول مع بعض وانتوا ركزوا يا ولاد. لكم السؤال اكمل على طول بالإجابة بتاعته. لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب أثامنا. من تفاسير عقيدة الإله الواحد المثلث الأقانيم الإنسان والشمس. لو مش فاهمينها يا ولاد اكتبولي في التعليقات أقول لكم إزاي. لو قلنا يا ولاد الشمس كجسم شمس ليها حرارة وليها ضوء، ينفع تقول أنا شايف النور بس الشمس مش موجودة؟ لأ طبعا. ينفع تقول النور الشمس موجود بس الشمس وحرارتها مش موجودين؟ لأ طبعا. وزي ما الشمس وحرارتها ونورها واحد، هي برضو التلات أقانيم كده. طب والإنسان؟ الإنسان برضو يا ولاد في 3 حاجات، نفس وروح وهو كإنسان كيان. ينفع نقدر نقول الإنسان عقله وروحه. طب ينفع نقول الله ده أنت بتتكلم معايا بعقلك بس أنت مش موجود؟ ما ينفعش. ينفع أقول الله حاضر معايا بروحه بس هو مش موجود؟ يا ولاد ما ينفعش. فهم ال3 بيمثلوا، المثالين دول بيمثلوا لنا إن ال3 أقانيم واحد. طيب اللي بعد كده بيقول من أمثلة السيد المسيح التي تشير إلى قبول الله للخطاة التائبين مثل الخروف الضال، الدرهم المفقود، الابن الضال. تمام. طيب بعد كده بتقول تؤمن الكنيسة بإله واحد مثلث الأقانيم. بنقول في البدء خلق الله السماء والأرض. طيب صح وغلط بسرعة. الابن الله هو الله الناطق بكلمته، هو روحه الله نفسه. بنقول الأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس، هؤلاء الثلاثة هم 3 آلهة؟ لأ طبعا ال3 واحد. عقيدة الثالوث القدوس ظاهرة في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد.
صح. أقنوم الروح القدس أقنوم العقل والمعرفة، الله ظهر في الجسد. أقنوم الروح القدس مش هو أقنوم العقل، أقنوم العقل المتكلم هو أقنوم الابن. للسيد المسيح سلطان مطلق على كافة المخلوقات والكائنات، صح. يوم الرب في العهد الجديد هو يوم الحد الذي فيه قام الرب من أموات، صح. بعد كده بيقول لنا إيه؟ اختر الإجابة الصحيحة. على طول هقول الإجابة. الراعي في مثل الخروف الضال يشير إلى، الراعي يشير في المثل للأقنوم الثاني. طب الابن في مثل الابن الضال يشير إلى الأب في مثل الابن الضال، الأب السماوي. طب السراج في مثل الدرهم المفقود يشير إلى الأقنوم الثالث. طب من القائل للعذراء مريم الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك؟ طبعا ده ملاك البشارة اللي هو طبعا كان الملاك جبرائيل. من القائل بعد كده السؤال اللي بعده؟ قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. طبعا ده قالها السيد المسيح. طبعا معلش يا ولاد لو أنا بجري في بعض الأسئلة بس عشان الوقت. اليوم الرابع هنختار إيه؟ خلق الله الشمس والقمر والنجوم. طب بعد كده اليوم الخامس خلق الأسماك والطيور. اليوم السادس خلق الحيوان والإنسان. اليوم السابع خلق الرب أو بارك الرب اليوم واستراح فيه. تمام. السؤال اللي بعد كده يا ولاد بيقول لكم ايه اللي في الآيات يثبت اللي هيتقال ده؟ ايه اللي يثبت ان الله أزلي يعني من زمان؟ في إنجيل يوحنا بيقولها والمحفوظات اللي حفظناها في البدء كان الكلمة. طب ايه اللي يثبت ان الرب يسوع هو الخالق؟ بنقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيئا مما كان. طب ايه الآية اللي تقول ان الرب يسوع هو الله؟ نقول كان الكلمة الله. وايه اللي يقول ان الرب يسوع هو اصل الحياة؟ نقول فيه كانت الحياة. طيب نشوف من المجموعة اللي بعد كده. على طول هقرأ لكم السؤال بالإجابة. الله خلق الإنسان على صورته في القداسة والبر والإرادة. طيب قد تحققت في شخصية السيد المسيح الحاجات الثلاثة للبشرية. رقم 3 الذبائح والرموز كانت تشير إلى ذبيحة السيد المسيح التي قدمها على الصليب. ومنها إيه هي اللي كان بيشير في العهد القديم للسيد المسيح؟ منهم على سبيل المثال إسحاق. عارفين إحنا المثل ده بس مش هطول عليكم دلوقتي. طيب غاية خلق الإنسان، غاية خلق الإنسان يعني إيه هو الهدف من خلق الإنسان؟ إنه يحيا في شركة مع الله وأن يتمتع ويسعد بهذه الحياة. الله يؤكد وعوده بالخلاص في العهد القديم بأمور عديدة منها الذبائح والرموز والنبوات. نيجي لصح وغلط يا ولاد يلا في السريع. تؤمن الكنيسة بأن ذات الله لا تنقسم ولا تختلط بأي موجود آخر. صح برافو عليكم. من تفاسير عقيدة الإله الواحد المثلث الأقانيم الشمس، لسه قايلينها الشمس والإنسان. رقم 3 تسمى خاصية النطق بالابن أي ابنا للذات الإلهية. يعني الابن من الخواص اللي بنقوله عليها أو أقنوم الابن هو النطق صح. طيب من تدابير الله للمجيء إلينا إنه دخل إلى العالم بطريقة عادية؟ لا طبعا، لأنه ولد من السيدة العذراء. طب السيد المسيح هو روح الله الكائن في الله منذ الأزل؟ لا، هو عقل الله الكائن. بنكمل الإجابة. بنقول رقم 6 كل إنسان يبدأ كيانه لحظة ولادته، وهكذا السيد المسيح بدأ كيانه في لحظة ولادته من العذراء مريم. طبعا مليون مرة هنقول غلط، لأن الله الابن والروح القدس موجودين منذ الأزل مع الآب، آب وابن وروح قدس. طب رقم 7 كل إنسان يستطيع أن يفحص القلوب ويقرأ الأفكار ويتطلع على خطايا البشر. طبعا غلط، غلط يا ولاد، لأن دي صفة من صفات الله بس فحص القلوب والكل. طيب 8 صفات الله لا حصر ولا عدد لها لأن الله كامل في ذاته وصفاته صفات مطلقة. طبعا صح يا ولاد. آخر نقطة في الصح وغلط بنوة السيد المسيح للابن بنوة عادية كالبشر. طبعا لا غلط، لأن دي مش بنوة ليها وقت ولا ليها زمن بتبتدي أو بتنتهي فيه. طيب ناخد مجموعة الأسئلة اللي بعد كده يلا نجري في السريع. هحاول أجري في الأسئلة يا ولاد وانتوا حاولوا ركزوا واللي مش عارفينه عيدوه. اختر الإجابة. في مثل الابن الضال يشير إلى عربون السيد المسيح. طبعا صح اللي هو الخاتم.
طيب إيه في مثل الدرهم المفقود تشير إلى أبناء الكنيسة؟ طبعا ال10 دراهم. في مثل الخروف الضال تشير إلى الكنيسة، أو تشير الكنيسة بالراعي الصالح في إيه؟ يعني بطريقة تانية يا ولاد، في مثل الخروف الضال تشير إلى الكنيسة أو أورشليم السمائية بإيه؟ بيت الراعي. لو احنا قرينا المثل كويس هنلاقي بيت الراعي بيشير ليه. طيب ناخد الأسئلة اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول اكتب معنى كل مما يأتي، ودي حلوة يا ولاد عشان تعرفوا معاني الأسماء. آدم معناه أحمر، وسمي بذلك لأنه خلق من التراب الأحمر. طب وحواء معناه معطية الحياة لأنها أم كل حي. طب والفردوس كلمة فارسية معناها حديقة. طب الكروبيم أو الشروبيم معناه إيه؟ الكروبيم والشروبيم هي جمع كلمة كروب، ماشي، وهي كلمة عبرية معناها ذو الحكمة، وهم طغمة من طغمات الملائكة بيقفوا قدام الله ويرسلوا لخدمة الله والناس عشان يعملوا الخير. بعد كده صح وغلط. بيقولوا الأمراض التي كانت بسبب الخطية لا تشفى حين ينوب الإنسان وتغفر، حيث يتوب الإنسان وتغفر خطاياه. لا طبعا الإنسان لما بيتوب بتغفر خطاياه. الله يبحث عن الخاطئ والضال ويقبله إذا تاب ورجع. صح ولا غلط؟ صح. رقم 2. رقم 3 يا ولاد، يشير حديث الله بصيغة الجمع في الكتاب المقدس إلى وجود 3 آلهة في جوهر الله الواحد. لا طبعا، ده بالعكس بيشير للوحدانية. رقم 4، الإيمان بأن السيد المسيح هو الله ركيزة أساسية في العقيدة المسيحية. طبعا. طيب رقم 5، السيد المسيح هو صورة الله غير المنظورة. طبعا الله غير المنظور شفناه فين؟ في أقنوم الابن. طب ليس للسيد المسيح طبيعة الله ولاهوت الله. الله له نفس الطبيعة لأن هو الله، هو الآب والابن والروح القدس واحد. طيب الله السرمدي صفة تشير إلى أبدي أزلي، سرمدي أبدي أزلي. الحية النحاسية كانت ترمز إلى الصليب الذي رفع الله عليه الفادي. يعني إيه حية نحاسية؟ حية النحاس دي يا ولاد لو افتكرنا اللي عملها موسى، وكان أي حد اتلدع من الحية العقارب والحاجات اللي كانت بتلدع يبص للحية ينجو. دي رمز للسيد المسيح. في مثل الخروف الضال الإيه اللي بيشير للملائكة أو البشرية كلها؟ 99 خروف هم اللي بيشيروا للبشرية، ولما المسيح سابها ودور على الخروف الضال عشان يرجعه، عشان يبقى الخرفان كلها مع بعض. طيب آخر حاجة رتب الآيات دي بنحب نلعبها دي مع بعض. سر الله في التقوى ظهر عظيم الجسد هو، هنقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. طيب اللي بعد كده هرتبها على طول يا ولاد، بصوا للي مش مترتب وانا هرتبها لكم. في البدء خلق الله السماوات والأرض. طيب اللي بعد كده أنا هو الفاحص القلى والقلوب. اللي قبل الأخيرة القدوس المولود منك يدعى ابن الله. الأخيرة خالص بقى بيقول إيه؟ واحد إلهنا، الرب إلهنا رب واحد. خلاص يا ولاد. واللي بعدها من منكم يبكتني على خطية. كده يا ولاد نعتبر خلصنا المراجعة بتاعتنا، باقي صفحة واحدة هسيبها لكم تقروها. اكتبوا لي في التعليقات رأيكم، لو في حاجة عايزينها زيادة أو في حاجة مش واضحة في الشرح اكتبوها لي وأنا هجاوبها لكم قبل الامتحان. ما تنسوش الاشتراك واللايك عشان يترفع الفيديو، وطبعا شيروه لأصحابكم عشان مراجعات الدين قليلة شوية على النت. وما تنسوش تكتبوا لي انتوا منهم محافظة، وهتوحشوني عقبال المراجعة الجاية، واشوفكم على خير وبالنجاح والتوفيق يا حبايبي. باي باي. انتوا لسه ما قفلتوش يا ولاد؟ طب صدقوني عشتوا، برافو. بصوا اللي جاي دي المحفوظات اللي مقررة عليكم الترم ده. انجيل معلمنا يوحنا، الاصحاحات الايات المقررة عليكم طبعا اقروها، وبعد كده هتلاقوا المزمور المقرر عليكم برضو وراها. لو تحبوا تقروه بالراحة كده هتلاقوا نفسكم افتكرتوه. دي لازم هيجيلكم، لازم يا اختار يا اكمل يا وصل يا العمود ألف والعمود ب. يعني اقروها يا ولاد، وطبعا اللي حافظها برافو عليه. وهستنى تعليقاتكم. كانت معاكم ميس رشا. باي باي.